الشرطة المصرية تلقي القبض على مروة صاحبة حساب ابنة الرئيس محمد حسني مبارك. الناس بتقول ان مروة كانت فاتحة لايف امبارح، وفي اللايف دوت في الباب خبط عليها، وفجأة مروة راحت تفتح الباب، وبعد كده شافوا ان في كان راجل ظاهر في الفيديو، ولكن بعد كده مروة اختفت تماما، وبدأوا ان هم يقولوا ان مروة اجرى لها حاجة او حد خطفها من الناس اللي بتتكلم عليهم. ولكن طبعا وزارة الداخلية نزلت بيان كالآتي: ان تم القبض على مروه اللي هي طبعا صاحبه حساب ابنه الرئيس محمد حسني مبارك بعد تقديم بلاغات من احد الفنانات هي وسيده اخرى بنشر فيديوهات على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، وان هي بتتهمها فيه ان هي بتتاجر في الاعضاء البشريه. وبمواجهتها طبعا اعترفت وقالت ان هي اختلقت الفيديوهات ديت وعملتها عشان خاطر بس الغرض منها الربح والمشاهدات العاليه وانها تبقى ترند. وفي نفس الوقت لقوا بحوزتها 2 موبايل، واحد فيهم فيه محفظه الكترونيه وفيه فلوس مبعوثه ليها من الخارج، ومفروض ان هي تابعه لاسم شرطه امبابه بالجيزه، ولكنها تم القبض عليها من محافظه الاسكندريه وتحديدا بمنطقه سيدي بشر. يا هل ترى الموضوع خلص لحد هنا ولا في حاجه تانية جديده ممكن تظهر وتحيي الموضوع تاني؟ انتوا ايه رايكم؟ سلام.